لو قابلتي واحد قالك جملة من ال3 جمل دول جايلك في اسنانك وتهربي، مش لسه هنفكر ونقيم الموقف، لا هتهربي، ما فيهاش كلام. اول واحدة: انا مش مستعد لعلاقة جدية دلوقتي. الراجل قالك نيته لا بتاع جواز ولا بتاع التزامات، انت ليه مصرة بقى تقنعيه بالجواز وتغيريه؟ محدش بيصلح حد يا ماما، اهربي. رقم 2: you are too good for me. عارفة يعني ايه؟ يعني هو مش شايف نفسه كفاية علشانك، شايفك اكتر منه، وده مش تواضع من حضرته، ده هو قالك نيته بصراحة انه هيبهدلك معاه. هو عارف انه لا هو قدك ولا قد المسؤولية. كل واحد مننا بيدور على الافضل بالنسبة له، فلما يقولك كده هو بيقولك بوضوح انه مش هيكون الافضل بالنسبة لك. رقم 3: لو فضل يشتم في كل البنات والستات اللي عارفهم قبل كده، دي مجنونة، دي نكدية، دي شريرة. وخصوصا بقى لو هيتكلم وحش عن مراته الأولانية أم الولاد، يعني هو ملاك؟ يعني ما فيهوش غلطة؟ طب هي كانت مجنونة وانت عملت ايه عشان تجنها؟ العلاقة دي مش كانت بين اتنين؟ مش حضرتك كنت موجود؟ ليه مش عايز تتحمل الجزء اللي يخصك في المسؤولية؟ ده شخص مش عارف يتحمل مسؤولية أي علاقة هو كان فيها، وده خطر جدا عليه. لو الكلام لمسك وقابلتي حد قالك جملة من ال3 جمل دول، اكتبي لي في الكومنتس أنا فقت بدري، وشاركي الفيديو مع أي بنت محتاجة تاخد بالها. لو أول مرة تشوفيني، أنا رشا، وبشاركك حاجات يا ريتني كنت عرفتها زمان، كانت فرقت في حياتي كتير.